السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كده نوع من انواع المخللات وهو اللفت. طبعا اللفت موجود في الاسواق بكثرة دلوقتي. هنجيب منه كمية ونبدأ ان احنا نخلله مع بعض، وازاي يطلع معاكي مقرمش وسر القرمشة بتاعته لحد اخر قطعة منه. ازاي نحافظ عليه يعني، وازاي كمان ننقيه واحنا بنشتريه. يعني تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا كده وما نطولش عليكم، ونبدأ الفيديو على طول. وهنبدأ ونقول بسم الله. عندي حوالي 4 كيلو من اللفت، طبعا مغسول كويس جدا ومتنضف. وزي ما انت شايفة اللفتاية وسط، يعني لما بفتحها كده بتبقى ناشفة من جوه، ما بتبقاش طرية. خدي بالك اللفتاية الكبيرة بتبقى طرية من جوه، يعني مش هتستحمل معاكي تعيش معاكي. يعني وسط اللفت هتبقى طرية كده وطعمها مش حلو طبعا. لما نيجي نختار اللفت نختار اللفتاية الوسط. وهنقطعه بقى، يعني التقطيع ده اختياري، انا قطعته كده يعني يا دوبك القطع على قد الاكل. هنقطع كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة كده بقطعة اللفت، يعني عشان تدي شكل حلو برضو للمخلل بتاعي لحد ما اخلص كل الكمية. وطبعا اللفت لما خلصته حطيته في مصافي كده زي ما انتوا شايفين. كل مصفى هبدأ ان انا احط عليها معلقتين من الملح. الملح ده هيحافظ لي على اللفت ان هو هينزل كل السوائل اللي فيه والمية اللي فيه، وكمان هيحافظ لي عليه ان هو يبقى مقرمش لحد اخر قطعة. هبدأ ان انا احرك كده المصفى علشان الملح ينزل لتحت برضو، وطبعا تحتيها طبق علشان تنزل كل المية اللي فيه. اللفت هيبقى موجود في الملح كده قد ايه؟ يعني حوالي يوم كامل. لو عملتيه من الصبح ممكن اخر النهار او بالليل تبدأي ان انت تخلليه بقى. وكمان كان عندي كام جزرايه كده، قلت اقطعهم واحطهم وسط اللفت. هيستووا ما تقلقيش، مش هياخد وقت اطول يعني ولا حاجه، لا هيبقى طعمه حلو قوي برضو وسط المخلل يعني. انت بقى حسب الكميه اللي انت عايزه تزوديها مع اللفت، دي حاجه ترجع لك. وهنقطع كل الكميه بنفس الطريقه. وكان عندي برضو بنجرايه كده، بدأت ان انا اجيبها واقشرها واقطعها قطع صغيره. طبعا انا عايزه القيمه الغذائيه اللي موجوده في البنجر. لو المخلل بتاعك واقف على البنجر مش مشكله، كده كده اللفت بينزل اللون بتاعه بيبقى لونه حلو برضو في الاخر. تعالوا بقى المحلول الملحي. عندي لترين من الميه عليهم مج الا ربع كده من الخل. وعندي البنجرايه اللي انا قطعتها نزلتها عليه، وثلاث معالق من الملح ومعلقه كمان من السكر. خدوا بالكم من معلقه السكر دي مهمه جدا، لان هي دي اللي بتخلي لي اللفت بتاعي مقرمش لاخر واحده. وبعد كده عندي بقى معلقة صغيرة من الشطة الحمراء ومعلقة صغيرة كمان من البابريكا. وهقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي. خدوا بالكم انا مش مزودة الملح، لان كده كده انا حاطة على اللفت ملح قبل كده علشان ينزل ميته، علشان بس ما يطلعش حادق وطعمه مش حلو يعني. وبعد كده بعد اليوم الكامل بصوا زي ما انتوا شايفين اللفت نزل ميته. خدوا بالكم المية دي انا برميها علشان ما تدينيش ريحة مش حلوة، يعني مش هنحبها بعد كده. تعالوا بقى نجيب البطرمانات ونبدأ ان احنا نعبي اللفت بتاعنا. اول بطرمان اهو هحط نصه كده من اللفت، وفي النص هحط شوية جزر، وعليه تاني لفت كده من فوق. واحاول ان انا اكبسه بايديا كده عشان ياخد اكبر قدر ممكن من اللفت بتاعي. طبعا كل البطرمانات هعبيها بنفس الطريقة كده. وبعد ما عبينا كل البطرمانات هبدأ ان انا بقى اشيل البنجر كده من المحلول الملحي واحطه كده على وش البطرمانات بتاعة اللفت، علشان يبدأ ان هو يديني اللون الحلو بتاع المخلل بتاعي. وهبدأ بعد كده ان انا انزل بقى المحلول الملحي كده في كل البطرمانات. خدوا بالكم الكمية بتاعة المحلول الملحي اللي انا عاملاها دي مش هتكفي لكل البطرمانات، فانا زودت تاني. يعني انا خلصت معايا ورحت مزودة حوالي نص كده، يعني حوالي لتر زيادة. وحطيت فيه برضو نفس المحتويات اللي فاتت، بس طبعا هنقلل الملح شوية لو لتر واحد. كده بعد ما خلصناها وحطينا كده المحلول بتاعي، هنقفل بقى البطرمانات كويس جدا، وهنسيبها حوالي يومين كده بره التلاجة. وبعد كده نبدأ ان احنا نحركها كده علشان تدينا بقى اللون الحلو. وبعد كده ندخلها التلاجة. امل لينا ان احنا ندخلها التلاجة علشان تعيش معانا اكبر فترة ممكنة. وبعد حوالي بقى 5 ايام او 6 ايام كده بدأت ان انا افتح على اللفت واشوفه عامل ايه. بصوا لونه بقى عامل ازاي، ما شاء الله، يعني لونه بقى خطير. هبدأ ان انا اطلع اللفت كده واوريكم بقى قد ايه اللفت بتاعي ما شاء الله، يعني مقرمش ومحافظ على نفسه وناشف معايا. يعني ما طريش معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللهم بارك، الواحدة ناشفة خالص.
يعني وصفتنا ما شاء الله طلعت ناجحة جدا معانا. دي كانت وصفتي النهاردة لللفت المخلل. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.